السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اللهم ارزقنا العافية والعافية، اللهم امين. النهاردة يا حبايبي معانا ميزانية جديدة، وان شاء الله تفيدكم وتقدروا انتوا توفروا منها كمان وتمشوا الشهر بيها. معانا النهاردة ميزانية ال1500 في الشهر، مش في الاسبوع ولا في الاسبوعين، في الشهر. تقدر ان شاء الله تمشي بيتك بال1500. لو هتجيبي منه خضار ومنظفات ولحوم، وكمان الميزانية دي ل4 أفراد. صلي بينا على النبي كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. دولي كده معانا، دولي 1500. دولي معانا 1500، وإن شاء الله تقدري تمشي بيتك بيهم ويكفوكي، ما تحتاجيش حاجة من بره. نسمي بسم الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ونبتدي ميزانية اليوم. احنا لسه في اول الشهر زي ما انتوا عارفين، والكل قابض، وكل واحدة بتمشي بيتها على حسب الدخل اللي داخل لها. اول حاجة لازم نطلع صدقة، ان شاء الله لو 10 جنيه. صدقة ان شاء الله لو 10 جنيه بتفرق جدا جدا جدا، وبتلاقي بركة في كل حاجة بتشتريها. ماشي كده، اول حاجة قلناها. ال10 جنيه ممكن اكتر ممكن اقل، اللي حضرتك تحبيه. بس احنا بنقول 10 جنيه مش كتير، لكن عند ربنا كتير. طيب، أول حاجة معانا هنقسم الميزانية على يعني نقسم الشهر 1500، نقسمهم على الشهر على أسبوعين. كل أسبوعين 750 جنيه، يعني كل 15 يوم 750 جنيه. تمام كده. بعد ما طلعنا الصدقة، أول 50 معانا هنشتري بها بقوليات، زي العدس، زي اللهم صل على النبي، اللوبيا، فاصوليا، اللي تحبيه. تمام كده، أول 50 جنيه بقى معانا 700. طيب، أول 100 جنيه هنعمل بيها ايه؟ ممكن نجيب نص جبنة قريش، ولو أولادك ما بيحبوش الجبنة القريش ممكن نستبدلها بأي نوع جبنة تانية. وزائد كمان نص طبق بيض. دول بال100 جنيه، يعني نص طبق البيض ب65، ونص كيلو الجبنة القريش ب40 أو ب45، حاجة زي كده. تمام، أول 100 جنيه. طيب، تاني 100 جنيه هنجيب بها لحوم. أيوة، هناكل لحوم. ممكن نص كيلو بانيه، أو كيلو وراك. ممكن تقسمي الورك على نوعين، اللي هو قطع 2، بيبقى كبير وكل حاجة وبيكفي وبيقضي الغرض. احنا اتفقنا ان هنمشي نفسنا على اللي معانا. او نص كيلو كبدة اللي هي المجمدة. الكبدة المجمدة، اللهم صل على حضرة النبي، ب200 جنيه. ممكن نجيب نص، على حسب ما تحبي انتي او اولادك. النص كيلو لحمة المجمدة ب125، ممكن توزني بالمية. او نص كيلو بانيه بال100 جنيه، او على حسب ممكن توزني بالمية اللي معاكي. طيب، كده خلصنا من تاني 100 جنيه، فاضل معانا 500 جنيه. طيب، تالت 100 جنيه هنجيب بها ايه؟ اللي هي حاجة السوق، اللي هو الخضار، بطاطس، طماطم، بصل، او اي نوع ايه خضار تحبيه. النهاردة الطماطم الكيلو ب5 جنيه. ممكن تجيب 4 كيلو وتخزني اللي تخزنيه، او لو عندك طماطم انت مخزناها او حيشاها او شايلاها في الفريزر، ممكن تجيبي كيلو او 2 كيلو بس طماطم. ممكن كيلو البطاطس الكيلو ونص ب10. ممكن تجيبي بصل. في اللهم صل على النبي، بامية في السوق. في اي حاجة، يعني اي حاجة ممكن تحبيها من نوع الخضار ممكن تجيبيها. طيب، كده دي تالت 100 جنيه. كده احنا اخدنا 350. 50 بقوليات، 100 جبنة وبيض، تاني 100 لحوم بروتينات، وتالت 100 الخضار وحاجة السوق. طيب، رابع 100 ممكن تجيبي فواكه.
ممكن تجيبي بيها سكر لو ما عندكيش تومين. ده لو عندك تومين ممكن هتوفري حق السكر، تجيبي بيه اي حاجة تانية، اي نوع فاكهة تاني. ممكن تجيبي حليب تعملي لعيالك بيه مهلبية. ممكن تعملي تجيبي نوع تاني فاكهة. عندك العنب سعره 40 جنيه. عندك اللهم صل على النبي التفاح البلدي 2 كيلو ب50. ممكن تجيبي بطيخة، ممكن تجيبي اللي نفسك فيه كله تجيبيه. اللهم صل على النبي. ده هيكون على الأسبوعين 750 ل15 يوم. تمام. طب خامس 100. ممكن نجيب بها سمنة أو زيت، وزي ما قلتلك لو عندك تومين هتستغنى عن الزيت، زي ما قلنا فوق كده نستغنى عن السكر لو عندنا تومين. ممكن نجيب سمنة، ممكن نجيب أي حاجة تانية. بصرف النظر الزيت ممكن في ناس استهلاكها بيكون كتير في الزيت ما بتجيبش سمنة. ممكن ناس بتجيب سمنة وبتجيب زيت، ممكن التومين ما يكفيهاش. طيب سادس 100 جنيه. ممكن هنجيب بيها شاي ولبن ودقيق. شاي ولبن ودقيق، او اي نوع مشروبات انت تحبيه، بس علشان نكون جبنا بروتينات بجميع اشكالها، وكلنا خضار، وكل اللي نفسك فيه تجيبيه. بالايه بال750 في 15 يوم، يعني 1500 في الشهر. ما تكونيش حرمتي ولادك ولا حرمتي نفسك من اي حاجة. سابع 100 للمنظفات والصابون وصابون الأطباق ومسحوق الغسيل. ممكن تجيبي اللي هو المسحوق الصابون بتاع الأطباق. في سايل، في زي البرستيج جل سايل برضو، اللي هو السايب اللي هو بتاع المنظفات بيعملوه عندهم في المحلات. تمام كده. ولازم تدبري نفسك على اللي موجود معاكي. دلوقتي معانا ال1500 اهم، هنمشي نفسنا بيهم طول الشهر. انت لازم تكيفي نفسك على اللي معاكي، ما تقوليش لا ده انا معيش، لا ده انا يعني تزعلي ان رزقك شوية ولا كده. لا بالعكس، احنا نشوف دخلنا كام وايه ممكن نوفر منهم كمان. يعني ممكن اكيد هتوفري 10 20 من كل الحاجات اللي انت بتجيبها دي، ممكن توفري 10 20. ده كله بيفرق معاكي برضو. وبكده يا حبيبة قلبي تقدري تأقلمي نفسك وتمشي بيتك باللي موجود، وعلى حسب دخلك، وما تكونيش حرمتي نفسك ولا حرمتي أولادك من أي حاجة. و وأشوفكم في يوم جديد وفيديو جديد وميزانية جديدة، وبإذن الله تعالى هنعمل مع بعض أفكار تخليكي توفري من ميزانية الشهر، وتدبري نفسك وما تحتاجيش لأي حد من بره، ولا تشتري يعني. تأقلمي نفسك على اللي موجود، وإن شاء الله هقدم لكم أفكار جديدة. والله 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 أنا بيمر عليا ظروف إن أنا بمشي نفسي بأقل من كده، فظروفه بتمر على الكل. وما تنسيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، ونكبر القناة، وإن شاء الله